السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. يلعب بايرن ميونخ ضد ريال مدريد في واحدة من أبرز مباريات الدور ربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوز الفريق الألماني ذهابا بهدفين مقابل هدف. وبلغ بايرن ميونخ ربع النهائي بعدما جدد فوزه على ضيفه أتلانتا الإيطالي ب4-1 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، رافعا النتيجة الإجمالية إلى 10-2 بعد اكتساحه منافسه 6-1 ذهابا في باراغامو. بدوره بالغ ريال مدريد ربع النهائي دور أبطال أوروبا بعدما تغلب على مانشستر سيتي ب3-0 ذهابا و2-1 إيابا. وتواجه الفريقان بالمجمل في 29 مباراة، ويتفوق بايرن ميونخ بفارق مواجهة واحدة، 13 لبايرن ميونخ و12 لريال مدريد مقابل 4 تعادلات. تقام مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، والساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، والساعة 8 مساء بتوقيت المغرب والجزائر. تبات مباراة دوري أبطال أوروبا على قنوات بين سبورت، حيث ستنقل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ على قناة بين سبورت 1 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ويأمل نادي ريال مدريد أن يصالح جماهيره وعشاقه عقب توديع منافسات بطولة تشامبيونز ليغ، بالإضافة إلى سلسلة نتائج سلبية في المسابقات والتعثر الماضي أمام جيرونا ضمن منافسات الدوري الإسباني. بينما يأمل نادي بايرن ميونخ في حسم مباراة ريال مدريد لصالحه، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور، بالإضافة إلى نجمه الإنجليزي هاري كين مهاجم البايرن. شكرا على مشاهدتكم الفيديو. المرجو الاشتراك في قناة مغرب نيوز من أجل التوصل بتغطية خاصة لأبرز مباريات دوري أوروبا والبطولات الأوروبية. شكرا على وفائكم وإلى اللقاء.